احنا اتعودنا ان موضوع ادارة الوقت ده مشكلة تنظيم. يعني مثلا تشتري اجندة حلوة، تكتب تو دو ليست، تقسم اليوم بتاعك على الساعة، تصحى بدري وخلاص المشكلة اتحلت. ومع ان الحاجات دي بتساعد، لكن هي مش المشكلة الأساسية. ولو ما ابتديتوش تفهموا الأول المشكلة الأساسية ان انتوا مش عارفين تنظموا وقتكم، مهما اشتريتوا او عملتوا او صحيتوا بدري هتفضل نفس المشكلة موجودة عندكم. وعشان كده تعالوا في الفيديو ده نفهم أساس المشكلة الأول، وهي المشكلة النفسية والعصبية. مخنا عموما مش بيهتم بعدد الساعات اللي موجودة في اليوم، مخنا بيهتم أكتر إنه يحس بالأمان، وإنه يخلص اللي بدأه، وإنه يحس إن في حد متابعه وشايف اللي هو بيعمله. لو مخكوا خسر أي حاجة من ال3 حاجات دول، مهما اشتريتوا واشتركتوا في حاجات تنظم بقى اليوم والوقت وكده، برضه هتفضل عندكم نفس المشكلة، وهتحسوا ان انتوا مش عارفين تستفيدوا بوقتكم وتتحكموا في الحاجات اللي وراكم. فالنهارده في الفيديو ده انا مش هقول لكم على حاجات تشتروها او تو دو ليست تعملوها. احنا هنفهم اكتر مخنا بيشتغل ازاي على موضوع الوقت والتنظيم، عشان نقدر ان احنا نستفيد منه باكبر قدر من الامكان.